اتحداكي بعد الفيديو ده تعملي اجمل رز بسمتي ينافس اكبر المطاعم، يتقدم جنب المشاوي وجنب الفراخ البروستد وجنب اي حاجه. عشان يطلع مفلفل ولونه تحفه زي ما انتم شايفين وريحته تجنن، لازم تمشي معايا خطوه خطوه. اول حاجه بنحط معلقه كبيره من السمنه وشويه زيت، وبعد ما بتسيح السمنه كده بنحط شويه منكهات. المنكهات دي بتفرق جامد في الرز. هنحط حبهان وواحده قرفه كده، عود قرفه خشب، هنحط ليمون مجفف، هنحط قرنفل وفلفل اسود حب، 3 4 وحدات من كل حاجه. ما عدا الليمون هيكون واحده بس، والقرفه هتكون واحده بس. هنكون غاسلين الرز البسمتي ومش هننقعه، وهنحطه كده على طول. وهنحط بودره الزعفران، اللون اللي انا حطيته ده بودره الزعفران. وهحط الملح بتاعي المناسب، وهحط الميه المظبوطه. لكل كوبايه رز كوبايه ونص من الميه. وكمان انا حطيت مرقه دجاج فوريه، بتبقى حلوه قوي. لو عايزه تستغني عنها مفيش مشكله، بس بتدي ريحه وطعم حلو قوي لانه في المطاعم بيستخدموها. اول ما الرز يبتدي يتشرب هوطي عليه خالص واقلبه تقليبه بسيطه، واسيبه لغايه ما يتفلفل ويبقى تحفه بالشكل ده. زي ما انتم شايفين كده الرز مفلفل وشكله تحفه. وعايزه اقول لكم المنكهات اللي حطيناها عامله ريحه تحفه جدا. ببتدي اقدمه كده في طبق التقديم، وبحط عليه بقى الفراخ المشويه او الكفته او الفراخ البروستد، بيتقدم جنب اي حاجه. تقدري طبعا تشيلي المنكهات بتاعتنا، احنا حاطينها صحيحه علشان نقدر نشوفها ونشيلها بكل سهوله من الرز. انا قدمت معاه فراخ كنت عاملاها في الصينيه، كانت تحفه جدا. لو عايزين الطريقه هعملها لكم في فيديو، وبألف هنا.